السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى الفيديو بتاعنا النهاردة كله طاقة وحيوية ونشاط، وان شاء الله كده تتشجعي وتروحي كده تخلصي كل اللي وراكي. عايزة اقولك كده، بصي يعني فيديو كده من العيار التقيل. انا عايزه اقول لكم طبعا بقى دي ترويقه الخميس بقى، اللي هي بصوا كده يعني عايزين كده حاجه كده قبل الاجازه، كده طبعا اجازه المدارس وخلصنا كده اسبوع امتحانات ما شاء الله محترم، وداخلين على امتحانات. انا عارفه ان احنا ما بنبطلش ترويق، بس حرفيا باللي انتوا شايفينه قدامكم كده عادي، ولا كأنك بتحط ايدك في حاجه. بس ربنا يعيننا جميعا يا رب على كل امور بيتنا وكل امور حياتنا. ويلا بينا كده بقى نصلي على الرسول ونبدأ كده الروتين بتاعنا كده طاقة وحيوية ونشاط. والله نقول كده: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنسيش كده بقى يا قلب أختك كده باللايك كده، يعني ايه، ما تنسينيش باللايك والاشتراك وفعلي زر الجرس كده عشان يوصلك كل جديد، وإن شاء الله قناتي كده تكبر بيكم. انا عايزه برضو ايه اوريكم برضو اخر اخبار الكنبه اللي مش عايزه تخلص ولا عايزه تتعمل. يعني انا بصراحه دي اللي حمستني وقومتني كمان. بس الاول كده بقى نبدا المشتريات كده، هوريكم انا جبت ايه من السوق. يعني هو ربنا يعيننا جميعا، بس والله حرفيا السوق، انا رحت السوق جنب المدرسه كده ناحيه مدرسه الاولاد بعديها بشويه. والله مختلف جدا عن السوق جنب مني. يعني الكنتالوب ده انا بجيبه او الاناناس بقى ايا كان بتقولوا عليه ايه، انا بجيبه ب25 جنيه من جنبي. فلما يبقى ب25 جنيه جنبي واروح اشتريه من السوق ب12 جنيه ونص. والله يعني اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اللي انا كنت وريته لكم ب12 جنيه ونص. فلا جبت منه بصراحة ما شاء الله، جبت 5 كيلو. وجبت هنا برضو ده البصل ده كان تعبية، عامل 6 جنيه ونص. فشفته لقيته والله حلو، يعني زي ما انتوا شايفين كده قدامكم حلو قوي، يعني احسن بتهيألي ما اجيب من ابو 10. فالحمد لله يعني زي الفل، فضل ونعمة. وجبت بقى هنا بقى الخضرة برضو معايا كده، جبت حزمة نعناع، وجبت خضرة محشي كده ب5 جنيه. انا عندي اللي هي خضرة المحشي ال3 حزم ب5 جنيه التلاتة، شبت وبقدونس وكزبرة. قلت عشان لو عملت يعني محشي ممبار ايا كان كده تمام. وجبت برضو الملوخية. انا عايزة اقولكم بحب الملوخية عند الراجل ده جدا، يعني هي عنده اغلى 10 جنيه بصراحة، يعني عنده ب40، وشفتها بره جنب مني هنا ب30. بس حرفيا دي بحسها اللي هي الملوخية الصيفي اللي هي كأنها في اوانها، انما التانية بحسها لا، جبتها مش حلوة خالص، ناعمة كده، واللي هي الملوخية الشتوي. وهنا كنت جايبة برضو نص كده مكرونة قواقع، وجبت برضو كيس مكرونة سباكيتي. قلت ايه برضو بينفعوا في وقت زنقة بتاع العيال جعانين مثلا، ولسه يعني عاملة كده اكل اي حاجة كده، او مثلا بطاطس وفول واي حاجات كده اللي هي يعني حاجات بسيطة. فعادي ممكن اعملوا مكرونة مثلا او اعمل مكرونة، فحلوة قوي. وجبت برضو كيلو قوطة. كيلو القوطة ده اللي هي القوطة الجامدة اللي هي بتاعت السلطة ب40 جنيه. انما والله قابلني هناك الكيلو اللي هو يعني القوطة تانية نوع تاني. هي طرية شوية بس مش بايظة، لان هي لو بايظة انا مش هجيبها. ب10 جنيه. انا ما صدقتش والله يا جماعة، جبت 9 كيلو. عايزة اقول لكم ان انا بعرض لكم كده وحطها ورايا على النار، يعني جيت نضفتها على طول وعملتها. وهنا بقى برضو المنظفات، جبت نص كيلو شاور. الشاور ده انا بجيبه سايب عشان بستخدمه اللي هو هاند ووش كده، اللي هو بحطه كده في اللي هي بتاعه الهاند ووش كده، وبعملها على يعني ايه بنغسل بيها ايدينا، فحلوة قوي. يعني موفر جدا والله عن الصابون كمان. وجبت برضو ب10 جنيه كده اكياس شامبو. وجبت كيلو كلور خام، ده كلور خام يعني اللي هو مركز جدا، بجيب من عند واحد معين كده، فحلو قوي. وجبت برضو كيلو صابون مواعين. الصابون دون يعني ب10 جنيه الكيلو، انا بجيب التلاتة ب10 زي ما وريتكم قبل كده. بس النوع دون انا جبته تحفة، يعني ريحة وفي نظافة وكده حلو قوي. فبرضو اللي انا بعمله حلو، اللي هو بجيب ال3 كيلو زي ما وريتكم وبزود عليه اكياس اللي هي اللي هي البريل، زي بريل كده وفيرو كده اللي هي الصغيرة. فزي الفل لما بزود عليه كيس كده بيبقى حلو قوي، بيبقى تقيل وبينضف وريحة وكله. فسواء ده او ده فشغال معايا الحمد لله. بس انا لقيت نفسي واقفة بجيب من عند الصبانة دي، فجبت بالمرة الكيلو الصابون ده عشان كان عندي الصابون خلاص خلص. قلت مؤقتا كده لغاية لما ابقى اجيب من التاني.
وهنا بقى بصوا كنت ايه خلاص بقى يعني كده، كان تاني يوم بعد ما وريتكم بقى حاجة السوق وكده، فقلت لا هقوم بقى كده. كان الخميس بقى الصبح اللي هو النهاردة، وقلت خلنا اقوم اللي هو ايه اتنشط كده واتشجع. كان بصراحة اليوم اللي هو اليوم اللي قبلها بالليل الراجل كان بعت اللي هي الخشبة بتاعة الكنبة. فقلت بقى ايه عشان لو جه اشتغل ولا حاجه، انا حرفيا عايزه اقول لكم لغايه لما خلصت وبسجل لكم دلوقتي هو والفيديو نازل لكم كده، هو لسه ما جيش ولا عمل حاجه. فقلت هو ايه ربنا يسترها يعني. هو خد المقاسات الجمعه اللي فاتت، وهو يوم الاربع بالليل بعت الخشبه. يعني عقبال ما تخلص الكنبه لسه، يعني احنا مطولين يعني، معانا بقى كام شهر ربنا يسترها. فربنا يا رب يسترها كده ان شاء الله وتخلص على خير. اهم حاجه انا عندي ان هي تخلص يعني تبقى كويسة، تبقى حلوة، تبقى عملية. هو ده اللي انا اهم حاجة عندي، مش ان هي يعملها لي بين يوم وليلة وفجأة الاقي نفسي هي باظت واتكسرت وكده. لان حرام، لان انا عندي الانتريه بتاعي ما شاء الله اللهم بارك. يعني كان جوزي عامله عمولة، يعني خشبه حلو اللي هو الخشب بتاع زمان. فاللي هو انا عشان خاطر افرط فيه او اعمل حركة زي كده فلازم تتعمل حلو قوي عشان ما تتبهدلش معايا وما تتكسرش ولا كده. فبقول ربنا يسترها. وهوريكم برضو دلوقتي الخشبة اللي هو بعتها كده، هي على عجل، معمولة على عجل كده، اللي هي عشان يعني ايه ادخلها واخرجها كده بسهولة. يعني هي تبقى زي ما انتوا عارفين كنبة اللي هو سرير صحارة، يعني اللي هي كان بيتقال عليها كده زمان لو تعرفوا، اللي هي يعني ايه تتعمل كنبة وتتفتح سرير برضو. فهنا بقى كنت خلاص بص، هو حرفيا انا ما خدتش يعني الترويق ما خدش معايا حاجه، لان الدنيا انا عارفه الدنيا نظيفه. بس هي ايه مثلا كركبه مخدات حاجات زي ما انتوا شفتوا كده بسيطه. فيعني حتى في الصاله برضو نفس الحكايه، اللي هي الركنه كده برضو يعني البياضات مثلا مش مظبوطه. حاطين رامين الريموتات الحاجات دي، يعني حاجات بسيطه جدا مش جامده. فهي الفكرة كلها طول ما ايدك في الحاجة والله بتبقى سهلة وبتبقى زي الفل وبتخلص على طول. دي بقى الخشبة اللي هو كان جايبها، اللي هي بصوا هي انا بوريكم كده هي بعجل. بس انا عايزة اعرف بقى لسه هيركبها ازاي، برضو هوريكم ان شاء الله ايه. يعني هنشوفها مع بعض ان شاء الله ان شاء الله، بس لما تخلص. يعني انتوا متخيلين انا كل قد ايه بوريكم حاجة في الكنبة خلصت. فالحمد لله. وبعد دي برضو اللي هي هتتركب عشان اللي هي ايه يتحط عليها اللي هو الجهاز الراوتر اللي هو بتاع النت. فعشان خاطر هيتعلق كده، هو داخل عندنا الراوتر اللي هو الجديد. فعشان يتحط لازم يتعلق كده فوق، يعني هم عاملينه عند باب الشقة مش زي ما كنت حاطاه الاول في الأوضة جوه. فقلنا نعمل له كده فكرة. ان هم قالوا لي عايزة البقرة السلك ب 400 جنيه. فلا زي الفل، هو الراجل هيعمل الكنبة فتمام، خليه يجيب لنا حتة خشبة ويظبطها ويشوف هتبقى عاملة ايه. الفكرة دلوقتي ان احنا لا، هو الواحد لازم يفكر برضه بعقله ويوفر. يعني اللي هيخلينا ادفع 400 جنيه اكيد حته الخشبه، وعشان يركبها لي بالمره وهو بيعمل في الكنبه مش هتاخد كل ده خالص. يعني حته الخشبه زي ما انتوا شفتوها بصوا صغيره ازاي. فالحمد لله يعني ان شاء الله كل حاجه هتخلص وعلى خير. بس هو يجي بس يخلص الكنبه ودي مقدور عليها، انا هدق لها المسامير والله عادي مش فارق. بس ان شاء الله يخلص على خير الكنبه وتطلع حلوه، لان انا بصراحه خايفه بس من حته اللي زي ما قلت لكم ان هي مثلا تطلع فيها حاجه او كده. بس احنا هو متفق مع جوزي ان هي ان شاء الله عمليه وكويسه وهو عاملها في بيته. فده اللي مطمنا، وقلنا ان شاء الله تطلع حلوه. لان ان شاء الله برضو نفسي يعني واحده واحده كده ان شاء الله ابقى اعمل بقى ايه، اقفل الارج كده بستاره شكلها حلو، تبقى شكلها شيك احسن من ان انا ابنيها او كده. عشان خاطر ايه تبقى يعني اوضه مقفوله لابني، يبقى الولد في اوضه والبنات في اوضه والحمد لله. وربنا يا رب يحفظ اولادنا جميعا يا رب. انا بقى زي ما انتوا شفتوا كده بقى خلصت برضو اللي هي الركنه كده بخلص فيها. يعني بصوا والله انا زي ما قلت لكم كده الحاجه لما بتبقى رايقه مش بتاخد وقت. هي الفكرة كلها انا عندي كانت البيضات مش مظبوطة وكده كده انا عايزة اصلا اشيلها عشان اغسلها. فان شاء الله ربنا يعني كده لو قدرت احط الغسالة العادية برضو بحب الم كل الغسيل. أنا زي ما قلت لكم بحبها في ان هي بتلم الغسيل كله، يعني حرفيا بتاخد بقى بشيل هدوم الخروج والملايات والهدوم وكل حاجة بقى. يعني بتشجعني على ان انا ايه لو في اي حاجة في الشقة بلمها كده واغسلها على طول. بعصر في الغسالة الاوتوماتيك فما بتاخدش وقت، كأن غسل على الاوتوماتيك كده اللي هي الغسيل
ناشف شوية، فاللي هو مش هتاخد وقت وهلاقي نفسي يعني اللي هو بشيل غسيل، يعني قصدي اللي هو هينشف بسرعة معايا. فالحمد لله، يعني ربنا يدينا الصحة جميعا يا رب كده، ويعيننا يا رب يا رب جميعا على كل أمور بيتنا. هنا بقى انا كنت خلاص خلصت اللي هي الركنه وبكنس. انتوا الحيطه زي ما انتوا شايفينها كده، الحيطه اللي انا بكنس عندها دي، يعني انا نفسي الاقي لها حل، لان حرفيا الرطوبه مبهدلاها. انا مش عارفه دي مش رطوبه اكيد. يعني احنا عايزه لكم بيضت الصاله كذا مره دهنتها. اخر مره دي جايبين ماده عازله اغلى من البياض نفسه، والراجل قال دي على مسؤوليتي، ومستحيل مستحيل ان هي تقشر تاني. تاني يوم بعد ما خلص الصاله، تاني يوم على طول انا لقيتها نفخت كده وبرضه هتعمل. فمش فاهمة في ايه ولا ايه اللي بيحصل في الحيطة، مش عارفة. لدرجة ان هي اثرت كمان على حيطة اوضة النوم عندنا، فمش عارفة في ايه. يعني الحمام في حاجة، المواسير فيها حاجة، مش عارفة. يعني هي مأثرة على الصالة ومأثرة على الأوضة كده برضو، لأن هي الحمام في وش الأوضة، فمش عارفة بقى في ايه. وكده بقى بصوا، كنت خلصت بقى كنس كده، وقلت بقى هلمع السلم كده بالمرة دخلت باب الشقة. لان زي ما قلت لكم كذا مرة اقول لكم السلم بالذات عنوان الست ونظافتها في شقتها. وبعدين انت اصلا حتى لو كده، يعني احسبيها كده اللي داخل الشقة، معلش هو هياخد من السلم هيحط لك في الشقة. حتى لو مع يعني اعزكم الله بيقلع يعني الشوز بره، او اللي هي الجزمة او الشبشب، هتلاقي نفسك برضو التراب بيخش، لان في هوا وفي كده حاجات. فالحمد لله يعني النظافة حلوة، وزي ما انتوا شفتوا ما خدش معايا وقت خالص. واهم حاجة كده يكون الفيديو عجبكم كده، وما تنسونيش بدعوة حلوة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.